رمضان كريم حبايبي ومتابعي قناة ست البيت. وصفة ست البيت لليوم هي معكرونة بالبشاميل بطريقة سريعة وصحية. يلا تابعوا المقادير لنشوف طريقة التحضير. وصفة اليوم وصفة لذيذة وسريعة كتير، رح نعملها بطريقة والحليب لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني منطلعه من البراد قبل ما نعمل وصفتنا. وإذا كان عندك الحليب كتير بارد يفضل إنه تحطي بالأول نص كوب من الماء وتخلطي المقادير مع بعض، وبعدها تضيفي الحليب بالتدريج لحتى ما تفتفت عندك الوصفة أو صلصة البشاميل. وبعدها كملت وضفت كل كمية الحليب المطلوبة، تقريبا 3 أكواب، وضفت لها رشة من الملح أو نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض. وبعدها بحرك المقادير مع بعض لحتى تسمك عندي الصلصة وتكون جاهزة. وهلأ رح نعمل مع بعض الخضار نقلبهم مع بعض. رح نبدأ بالبصل لأنه بياخد وقت بالاستواء أكتر من باقي الخضار. بعد ما يدبل عندي البصل منيح رح أضيف قطع الدجاج، تقريبا ربع كيلو، لأنه ما رح أحتاج كمية كبيرة من الدجاج لهالوصفة. رح أضيف الفطر الفريش كمان مقطع شرائح. طبعا رح أقلبهم كلهم على نار عالية، لأنه المشروم على نار هادية بيطلع منه سوائل أنا ما بدي إياها تطلع وتخرب لي الوصفة. وراح أضيف كوب من الذرة. راح أستمر بالتقليب لحتى الخضار كلها تاخد نكهة وبنفس الوقت تستوي. بعدها راح أضيف الفلفل الأسود والأوريجانو والبابريكا اللي راح تعطيها نكهة كتير لذيذة. وراح أقلب المقادير كلها مع بعض واتركهم تقريبا 3 دقايق على نار عالية. وراح أقلبهم على نار عالية لمدة دقيقة أو دقيقتين لحتى كل الخضار تستوي عندي تماما. بعدها راح نطبق المقادير كلها مع بعض. راح أضيف بالأول كمية من المعكرونة اللي أنا سلقتها بأول الوصفة بمي ورشة من الملح. بعدها راح أضيف طبقة من الخضار والدجاج، وبعدها طبقة من البشاميل. وراح أرجع أحط طبقة من المعكرونة أو الباستا.
وراح أحط فوق المعكرونة طبقة من الجبنة الموتزاريلا مع القشقوان، وراح أحط فوقهم الكمية المتبقية عندي من الخضار والدجاج، راح أرجع أحط طبقة من البشاميل وطبقة من الخضار والدجاج مرة تانية، بس بدي الخضار والدجاج يكونوا على الوش فوق البشاميل. آخر شي راح أضيف كمان طبقة من الجبنة الموتزاريلا والجبنة القشقوان، وغطي كل الخضار والدجاج والبشاميل اللي أنا حطيتهم بالأول، ودخلها على الفرن تقريبا 15 ل20 دقيقة لحتى تذوب الجبنة عندي تماما، أو استخدم هالوصفة إنه حطها بالميكروويف كمان راح تكون كتير سريعة إذا كان عندك الميكروويف بيطبخ مو بس للتسخين، كمان شي 5 ل10 دقايق وراح تاخدوا أطيب وأسرع معكرونة بشاميل. شوفوا الجبنة وشوفوا الخضار مع البشاميل والباستا كيف مختلطين مع بعض. وصفة كتير سريعة وكتير سهلة وكتير لذيذة، بتمنى من كل قلبي تجربوا هالطريقة تعتمدوها لأنه فعلا العيلة رح تحبها كتير. ومثل ما شفتوا أنا حاولت قد ما أقدر إنه استخدم زيت الزيتون بمعظم الوصفة، مجرد ممكن نضيف معلقة واحدة من الزبدة وتكون كل المقادير بعدها بزيت الزيتون. شايفين الجبنة كيف ذوبانة ومختلطة تماما بالوصفة، كتير شهية، وبكل لقمة رح تحسوا بطعم الجبن مع نكهة البشاميل. وصفة مميزة، بتمنى من كل قلبي تجربوها وتحبوها، وإذا حبيتوها ما تنسوا اللايك والشير، وحطولي كل أسئلتكم بالتعليقات أو الكومنت، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. صيام مقبول وفطار شهي ورمضان كريم.